في الفيديو اللي فات اتكلمنا ان احنا هنعمل كورس عن الدروب شيبينج. طيب ايه هو اصلا الدروب شيبينج ده؟ بص يا سيدي، الموضوع ببساطه لو فرضنا مثلا ان انت عايز تفتح محل، هتعمل ايه؟ هتروح تشوف محل بيبيع المنتجات بالجمله وتبدا تجيب منه المنتجات ديت بسعر كويس وتحط عليها عمولتك وتعرضها في المحل بتاعك وتبدا تبيع، صح كده؟ او الدروب شيبينج تقريبا حاجه شبه كده بالظبط، لكنه بيكون اونلاين وانت ما بتشتريش بضاعه. طيب ازاي؟ بيكون عندنا في منصات او متاجر او مخازن، سميها زي ما انت عايز تسميها. المهم ان المنصات ديت بيكون عندها منتجات معينه، بتبدا تعرض المنتجات دي، وليكن مثلا ملابس، ادوات منزليه، لعب اطفال، مستلزمات اطفال، ايا كان ايه هي الادوات ديت. كل متجر او كل منصه ليها الادوات بتاعتها، بتبدا تعرض الادوات بتاعتها ديت على الموقع بتاعها، وانت بتدخل بتشوف ايه المنتج اللي هتعرف تسوق له واللي هتقدر تأدي فيه، وبتبدا تاخده وتحط عليه عمولتك وتعرضه عندك، سواء بقى على صفحه الفيسبوك، سواء على لو عندك متجر او موقع الكتروني بتبدا تعرض عليهم المنتجات ديت، او مثلا عندك جروب واتساب، جروب تليجرام، ايا كان الطريقه اللي انت هتعرف تبيع بيها وهتحط بيها عموله تقدر تجازي معاك في المبيعات دي، فبتبدا تعرضها وبتبدا تبيع. طيب انا بكسب ازاي؟ بكسب عن طريق العموله اللي انا بضيفها بعد ما بحسب اعلاناتي، وبعد ما بحسب مرتجعاتي، وبعد ما بحسب الكلام ده كله، ببدا احط العموله بتاعتي اللي هتجازي معايا وببدا اعرض بيها. بعمل اعلانات بقى على المنصه اللي انا شغال عليها، ببدا اعمل عليها اعلانات وببدا ابيع، وفرق العموله ديت بيبدا يخش ليا. طيب انا باخد العموله او باخد الفلوس دي من الزبون ازاي؟ باخدها عن طريق ان هو لما بيشتري انا باخد بياناته بدخلها على المنصه ديت، وبعد كده المنصه دي بتبدا تتواصل مع العميل وتاكد معاه الاوردر وبتبدا تشحن له الاوردر. لما يستلم الاوردر بيدفع لشركه الشحن، وبعد كده المنصه ديت بتحصل الفلوس من شركه الشحن وبتبدا تاخد فلوسها وتديك عمولتك. طيب هل الموضوع بالبساطه دي؟ اكيد لا. الموضوع طبعا بيكون فيه مميزات وليه عيوب. ايه هي العيوب والمميزات للمنصات ديت؟ ده اللي ان شاء الله هقول لك عليه في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو ما يطولش. اتمنى ان انتوا عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جايه، لو مش عاملين متابعه لصفحه الفيسبوك تعملوا متابعه، ولو بتشوف الفيديو على اليوتيوب تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.